تحلل المباراة يا كابتن، تقول وجهة نظرك قبل ما اسألك على ان انت انصرفت من المؤتمر الصحفي وطلبت باحتساب النقاط لصالح الزمالك، ثم موضوع سعفان الصغير. لا انا قلت مش هتكلم في فنيات النهارده بتاعت اللقاء. اوكي. انا شايف ان كابتن فاروق يعني حلل المباراه بشكل جيد جدا. نعم. لسه كنت بتفرج عليكم. ايوه. فطبعا مش هضيف حاجه على الكلام اللي كابتن فاروق قاله. انما احنا بنلعب دوري من غير جمهور، وللاسف نادي الزمالك في كل حته بيروحها بيلعب فرق بجمهور. وزي ما اتحاد الكوره والكلام ده انا قلته في المؤتمر، زي ما اتحاد الكوره خصم نقاط مباراه حرس الحدود، احنا من حقنا ان احنا نحصل على نقاط المباراه بتاعت النهارده. انا سايب الموضوع ده لمجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور، وان شاء الله هنشوف ايه القرارات اللي هتحصل في خلال اليومين الجايين باذن الله. طيب بالنسبه للموقف بتاع الكابتن سعفان الصغير، لا يعني مفيش حاجه مفيش حاجه يعني احنا مش هنقعد نتكلم مع بعض في التلفزيونات ونرد على بعض يعني عيب يعني. لكن انت ما واجهتلوش حديث يا كابتن ميدو؟ لا كابتن مدحت، انا يعني عشان اخش في مشكله مع حد يعني لازم اخش في مشكله مع حد، اسف ان انا اقول الكلمه دي، لحد ليه قيمه. انما سعفان الصغير بالنسبه لي انا ما اعرفش سعفان الصغير، فسعفان الصغير طلع اتكلم بعد الماتش في التلفزيون وقال كذا كذا كذا، انا اكتر من كده عمري ما ارد عليه ابدا. طيب يعني خلينا نقول لك مره ثانيه هارد لك يا ابو كباتن. يعني انا عايز اقول لميدو يعني يعني هارد لك يا ميدو النهارده. شكرا يا كابتن. ويعني لا ميدو ازيك؟ كابتن فاروق بيكلمك. ازيك يا حبيبي؟ بقول لك يا ميدو يعني طبعا يعني انت عارف احنا كلنا واقفين معاك، ودي تجربه ان شاء الله هتنجح، وانت ان شاء الله هتبقى حاجه في المستقبل ان شاء الله هتبقى بشكل جيد جدا. انا عايز بس تبقى الثقه موجوده والتركيز موجود، ويعني انت مدير فني لنادي كبير، يعني الكلام ده ما يأثرش عليك، وانت عندك هدف ان شاء الله ان انت توصل مربع ذهبي، وان شاء الله الامل موجود. يعني فضي دماغك من الكلام ده وركز مع الفرقه ان شاء الله. لا مفيش حاجه زي ما انت عارف يا فاروق، يعني النهارده ظروف مباراه النهارده كانت صعبه شويه، ان احنا متسيدين اللقاء تماما طول اللقاء اكتر من 70 دقيقه، وكره يعني غلطه دخل فينا جول. انما مش هي دي ماتشات الزمالك والاسماعيلي اللي احنا عارفينها. انا متاكد ان انتوا كلكم شفتوا ان المستوى الفني كان اقل بعض الشيء، كان فيها تحفظ تكتيكي كبير. لكن يعني الحمد لله ان احنا يعني قدرنا ان احنا نرجع للقاء مره ثانيه. كنا عايزين نرجع للقاء مره ثانيه بعد ما دخل فينا الهدف، لكن يعني الظروف ما ساعدتناش ان احنا نرجع بالنتيجه يعني. بس عندك غيابات الماتش الجاي يا كابتن؟ ياسر ابراهيم عندي. ياسر خد الانذار الثالث النهارده، لكن عندنا البدائل ان شاء الله. صلاح ان شاء الله. ميدو انا عايز اقول لك يا ميدو، مصطفى يونس معاك يا ميدو. اهلا بحضرتك. انا عايز اقول لك يا ميدو ان ماتش النهارده افضل من الماتشات الكتير اللي فاتت، حتى الماتش اللي انت كسبته النهارده انت مقفل الملعب بصوره جيده جدا، ما كانش موجود في ماتش متروجيت، ما كانش موجود في ماتش المنيا، زي ما انت ما قلت خطا، وده الذكاء بتاع اللاعب ان يستفاد من الخطا بتاع المدافع، وده شيء طبيعي جدا في كره القدم. لكن انا شايف ان المستوى افضل كتير يا ميدو من الماتشات اللي فاتت بصرف النظر عن الخساره. بشكرك يا كابتن مصطفى. يعني احنا كان نفسنا ان احنا طبعا نطلع بنتيجه ايجابيه، لكن حاولنا ان احنا نضغط في اخر اللقاء، وعملت كل التغييرين اللي كانوا ناقصين معايا، سواء بنزول اوباما ونزول دومينيك مكان مصطفى. عايز اقول لحضرتك كابتن مصطفى والكباتن اللي موجوده في الاستوديو ان انا معايا لعيبه صغيره جدا، يعني لعيبه في الماتشات الكبيره، بس هيبقوا نجوم كبار يا ميدو، هيبقوا نجوم كبار قوي كمان، مش نجوم كبار بس هم كابتن مصطفى يعني موقفهم الحالي ان هم لعيبه صغيره تحت سن بعيدا ان احنا بنلعب الاسماعيلي، الموقف نفسه ان هي مباراه لازم تكسب فيها، ده بيأثر نفسيا ضغط كبير جدا على اللعيبه، وانا ببذل مجهود كبير جدا قبل المباراه ان انا احضر اللعيبه نفسيا للمباراه بالشكل ده. يعني الحمد لله طبعا. بالتوفيق يا كابتن في اللي جاي، بالتوفيق ان شاء الله. هو كابتن مدحت شكرا يا كوتش. طيب قبل ما نكمل يعني انا كان بودي انه يخش على الهوا معانا سعفان، هو معانا دلوقتي، وكان الموضوع ينتهي يعني، لكن انا سالتهم هل هو يعني سعفان عنده استعداد
لتقديم اعتذار او كذا او كذا، فهو قال لهم لا انا ما عنديش استعداد للاعتذار اذا كان اخطا يعني. اذا كان اخطا فهو هيخش معانا، هو كان معانا دلوقتي بس خط قطع، هيخش تاني. اتفضل يا كابتن. اتفضل. طب يا كابتن انا بتكلم دلوقتي، ميدو اتكلم في نقطه مهمه جدا ويمكن انا كاتبها قدامي، وهو الضغط المعنوي على اللعيبه بيأثر سلبيا على الاداء الفني للعيبه. نعم. ويأثر بدنيا على الاداء الفني. اما بتوصل اللعيبه لمرحله ان انت المباراه زي ما كنا بنتكلم النهارده، المباراه دي مباراه كؤوس، الكلام اللي اتقال الشعبي ده، والمباراه دي مباراه مش عارف نقعد نقاتل فيها، ومباراه مش عارف مباراه اسمها ايه، لو ما كسبتش حياه او موت. علم الكوره يا كابتن لازم المعدلات البدنيه تواكب المعدلات الفنيه، تواكب المعدلات المعنويه اللي هي النفسيه. طيب على النفسيه دي كابتن سعفان الصغير، مساء الانوار. كابتن مدحت ازي حضرتك؟ تحياتي للكابتن فاروق جعفر والكابتن مصطفى يونس والاستاذ محمد. يا دولي يعني كابتن مصطفى ازي حضرتك؟ كابتن سعفان خلينا نخش كده زي ما الاجانب بيقول لك ايه، جيت ذا بوينت، يعني روح على النقطه عدل. مش اول مره يا كابتن سعفان، ما تزعلش مني، انت عارف ان انت اخ وصديق عزيز، لكن دايما المشكله لما بتحصل بتبقى انت عندك حاله عصبيه اكتر من مباراه. انا سكت يا كابتن، اتفضل. عندي ايه يا كابتن مدحت؟ اقول تاني مشدود يعني. ما سمعتش اللي فات ده يا كابتن؟ ها لا سمعت كل حاجه، بس سمعت اخر حاجه اللي حضرتك اخر حاجه بقول لك انا سكت وهسيبك تتكلم. اتفضل. هو قبل اي حاجه يا كابتن مدحت، لما حضرتك دلوقتي فريد عداد كلمني وقال لي تحب تخش تعمل معاهده تعمل صلح مع كابتن ميدو، انا ما وافقتش، لان الكابتن كريم حسن شحاته وانا في مداخله معاه ومع كابتن يحيى كان الكابتن ميدو موجود على التليفون، فقال لهم انت تدخلوني مع سعفان انا هو على خط واحد، لا انا بستاذن واقفل السكه في وش كل الناس. فانا عشان كده معلش انا مش صغير، انا بردها له معلش، بس انا لعبت قبل ما ميدو يلعب يا كابتن مدحت معلش. نعم. طيب نروح للمقدمه اللي انا قلتها. اتفضل. اما انا قلت ان في اكتر من مشكله كنت انت الطرف بتاعها يا كابتن. انا مش من حقي يا كابتن مدحت والكابتن مصطفى والكابتن فاروق جعفر قاعدين، وبالذات وبالاخص الكابتن مصطفى يونس انه عاشرني في المنتخب وعارفني انا عامل ازاي، مش هدافع عني. كابتن مصطفى ما بيجاملش انا عارف. هو انا مش من حقي يا كابتن مدحت اول ما اكلم اللاين مان واقول له يا كابتن في واحد واقع من قد اسماعيلي اللعب يقف. طيب بكلم اللاين مان. ليه يا كابتن ميدو بتشوح لي من بعيد وتقول لي اقعد ما فيهوش حاجه، ما تتكلمش انت ما تتكلمش، ولقيت الصوت ابتدى يعلى فانا كمان صوتي عالي. فطبعا ربنا يخلينا ربنا يخلي التلفزيون بتاعنا نسلط الكادر يا كابتن مدحت على سعفان الصغير. يعني انت واضح في الكلام بتاعك، انت بتقول انت يهبل يالا حاجات يعني برضو كانت صعبه شويه. لا انا في الكلام اهو يا كابتن مدحت، بس جينا في الكلام واحده يا كابتن. انا ما بكذبش وصريح، وكابتن مصطفى مش عارف عني كده. طبعا الكابتن لما جه عليا وانا عمال اتكلم الكابتن احمد حسام ميدو لما ابتدى الصوت يعلى انا هو في حتته وانا في حتتي، عملنا الحركه بتاعت اللي انا هذبحك دي، اللي هي بتاعت لما اللعيب يجيب جون، اللي هي الحاجه بتاعت الذبيحه دي يا كابتن. فبقول لي هذبحك، قلت له لا، ولا انت ولا بلدك ولا 10 دقايق تذبحني. انت كذا وكذا وكذا، رديت عليه نفس الرد انت قلته من شويه يا كابتن مدحت دلوقتي. انت مش هتذبحني يا ميدو، انا بكلم الحكم، خليك انت ركز في فرقتك، انت مالك بيا. انا ممكن اللي يعاتبني مين؟ رئيس الجهاز الفني يقول لي اقعد يا سعفان اللي هو مستر ريكاردو. انما انت ما تعاتبنيش، ممكن يجي يعاتبني مين؟ الحكم الرابع او المراقب المباراه يجي يقول لي يا سعفان لا لو سمحت ما تقومش من على البنش طالما واحد واقف، اوكي. انما يا ميدو انت مركز معايا ليه؟ او مركز معايا ليه لما انت تتكلم؟ انا ما فيش بيني وبينك اي حاجه، ولا انت لعبت في جيلي ولا لعبت معاك في جيلك، وبنعرف بعض اسامي، انا اعرفك كاسم وانت تعرفني كاسم. انما تقول لي علامه الذبيحه ديت، فطبعا ربنا يخليه التلفزيون بيقول لك مسلط كادر عليا انا بس، شايفين سعفان بيعمل ايه وسعفان بيشوح ويلا ومش عارف ايه. والكابتن جمال عبد الحميد ربنا يخليه طبعا عايز اقول له حاجه بس في غيابه لو هو سامعني دلوقتي، انت بتصلي وعارف ربنا ومربي دقنك، لما تيجي تتكلم يا كابتن جمال اعرف الحقيقه، اعرف ايه الحوار اللي حصل، مش تقول سعفان الصغير عايز يبوظ الدوري. سعفان الصغير ابوظ الدوري ايه؟ انا فريدي كسبانه، ابوظ ازاي الدوري؟ ما تقولش حاجه يا كابتن جمال وانت من جواك مش مقتنع بيها، ما تكملش حد يا كابتن جمال. عيب يا كابتن جمال، انا لعبت برضه في جيلك وحضرت حضرتك، ما ينفعش تقول سعفان الصغير يتشتم ويتوقف
ومش عارف وايه ليه. هو سعفان ايه؟ هو سعفان عمل فعل فاضح النهارده. سعفان بياخد حقه، بيتكلم زي ما هو رد عليا باسلوبكم مش كويس، انا كمان رد عليه باسلوب مش كويس بس. والماتش ابتدى. عارف مين يا كابتن مدحت اللي طلع لكابتن هشام ياكل المنصوره وبنت دماغه وحضره ساعه المشكله اللي كانت فوق؟ طب خليني برضه اقول لك كابتن سعفان، يعني قبل كده برضه لو تتذكر احنا عملنا قبل كده معاك اكتر من مداخله في برضه في امور فيها عصبيه شويه يا كابتن سعفان. هو انا بس اللي بتعصب بس يا كابتن مدحت في مصر يعني؟ لا يعني دايما في اللقاءات الكبيره بيبقى في حاله عصبيه. انا بكلمك كاخ يا كابتن سعفان. طب انا بكلمك كاخ صغير، انا صغير وانت اخويا الكبير، ماشي. هو سعفان بس اللي بيتعصب يا كابتن مدحت؟ لا يعني الحقيقه في الجزئيه دي يا سعفان انا ما بتعصبش يا سعفان. يعني مين اللي ما بيتعصبش؟ انا حضرتك ما بتتعصبش يا كابتن مصطفى؟ انا بهزر. لا يا كابتن مدحت كلامك على عيني وعلى راسي، بس انا في حالي. طب انت ليه يعني؟ طب انت ليه بتتكلم مع سعفان؟ انا بتكلم مع الحكم. انت يعني ليه تخش معايا في حوار انت بعيد عني وانا بعيد عنك فيه؟ اوكي، يعني الحوار كان ما بينك وما بين الكابتن احمد حسام. ما هو الحوار كان بينهم، المشكله كانت مع مين؟ ما هو بيني وبين الكابتن. لا اصل في ناس قالوا ان انت كنت بترد على هشام يكن في المدرج او حاجه زي كده، لكن الحوار كان ما بينكم. ده هو طلع لهشام يكن. لما في واحد رد عليه برد مش كويس وقال لي يا سعفان ما فيش مشكله حبيبي انزل انت عشان تشوف فرقتك. ده حتى الخواجه بيقول لي انت كنت فين يا سعفان؟ قلت له كنت في المدرجات بس في مدرب يعني صديق ليا ولعب معايا بجيلي كنت بهديه. قال لي تسيب الماتش يا سعفان وتطلع مدرجات. شفت بقى وصلت ليه يا كابتن مدحت؟ يعني انت طلعت المدرج تهدي هشام؟ حد غلط في هشام؟ حد غلط في هشام؟ يا كابتن لا، حصل حوار كده مع الكابتن هشام يكن فوق، فانا طالع خدت الكابتن هشام يكن في حضني وقلت له ما تزعلش. قال لي لا يا سعفان ما فيش مشكله حبيبي انزل انت بس شوف فرقتك. اوكي طيب. وهشام يكن عايش وسامع كابتن. بص يا كابتن مدحت، هم ما بيجيبوش الحاجات الحلوه اللي بيعملها سعفان، بيجيبوا الحاجات الوحشه اللي بيعملها سعفان. زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان انت سعفان ليك كذا سابقه قبل كده وليك سعفان كذا وكذا وكذا، بس انا بعمل سباقات يا كابتن مدحت لما بيكون ليا حق. عمري في حياتي ما نكشت حد. كابتن مصطفى انت وحضرتك كابتن لما قعدت معاك فتره في المنتخب، انا كنت بعمل حاجه وحشه او كنت نرفز او عصبي؟ ما حصلش نهائي على مدار السنه ونص. كابتن ضياء السيد كذا، كابتن فاروق جعفر لما كان معانا في منتخب، لما كان مدرب منتخب مصر 94 وجي مسك فتره زي اسماعيلي، انا في حاجه يا كابتن مدحت بس ما تجيش تنكشني. خلاص انا فهمت يا كابتن سعفان، بس يعني نتمنى ان شاء الله اللي جاي تبقى الدنيا تبقى افضل كده. احنا عايزين اهدى مصر تمشي هاديه. اهدى دولي. انا بيسالوني يا كابتن مصطفى امبارح في التلفزيون قبل ماتش بكره يا كابتن سعفان ظروفي، قلت لهم يا جماعه الاسماعيلي والزمالك لما بيلعبوا بتبقى احلى كره في مصر وما بين الجماهير وما بين اللعيبه. طب انا النهارده يا كابتن مصطفى انا نزلت الملعب النهارده خدت اللعيبه في حضن ساعه الخناقه بتاعت اللعيبه مع بعضيها يا كابتن مصطفى، ولا دي كمان ما حدش شافني فيها يا كابتن مصطفى؟ ده شفناك. خدت محمد ابراهيم في حضني وخدت مؤمن في حضني يا كابتن. محدش يقدر يقول ان سعفان نزل الملعب، لا سعفان بيفتكروا له الحاجات الوحشه. بص يا كابتن مدحت، اتفضل. انا اسف للموقف اللي حصل النهارده. انا اتسرعت في الرد، بس برضو انا احمد انا بتكلم على اللاين مان، يبقى انا كلامي كله وشغلي كله مع الحكم الرابع والله. يعني انت بتقدم اعتذارك دلوقتي يا كابتن؟ بقدم اعتذار لمين؟ انت بتقول انا اسف دلوقتي، بتقول اسف لمين؟ يا كابتن المدربين الكبار، حضرتك وكابتن فاروق جعفر وكابتن مصطفى يونس. اوكي. لا يا كابتن انا بتكلم في الناس الكبار المحترمين اللي قاعدين. لا انا بسال عشان تبقى واضحه للناس بس. لا يا كابتن، لا يا كابتن، اللي بيغلط في الاول يا كابتن هو اللي يتاسف، مش اللي بتغلط فيه يا كابتن مدحت. طيب يا كابتن، انا عموما بشكرك وبتمنى لكم يا رب كل توفيق باذن الله. اشكرك يا كابتن سعفان، شكرا جزيلا. يعني كناش نحب ان احنا نخش في منطقه زي دي، لكن الصوره هي الحقيقه. وبعدين انا برضو عايز يعني ابرئ المخرج التلفزيوني ان هو بيقول ان الصوره كانت عليا. لو انت بصيت كده يا كابتن هتلاقي ان سعفان وشه للكاميرا، ميدو ظهره للكاميرا، فهنا صعب ان انت تجيب الليبسنج بتاع ميدو، عشان برضو نبرئ يعني المخرج التلفزيوني. هو كان بيتكلم دلوقتي اللي هو صديقنا ابراهيم مبارك كان المخرج، هو بيتكلم على ان المخرج جاب الليبسنج بتاع سعفان، ما جابش حركه شفايف بتاعت لانه ميدو واقف بظهره اما سعفان واقف بوشه بالنسبه للكاميرا. فعشان يبقى واضح بس انه الموضوع ما فيهوش شبهه تعمد على الاطلاق، ولكن هو كان الشكل كده اخراجيه. طيب خلصنا كده الكلام على المباراه.